هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نستهل بث إذاعتنا الأول باللغة العربية اليوم السبت 8 من شهر ديسمبر مع إشراقة شمس كل سبت. ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. من برامجنا لهذا اليوم: رسائل أبناء الشعب الأريتري بالمهجر إلى إخوانهم بالداخل، مختارات غنائية، ندوة بعنوان لماذا الوفاق. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا ممتعا ومفيدا مع برامجنا. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. رسالة موجهة إلى شعبنا الإريتري داخل إريتريا وفي دول الجوار وغيرها من مناطق اللجوء، تتلخص في الآتي: نريد العدالة، نريد الحرية، نريد المساواة. الشعب الإريتري يريد العدالة. هناك مقولة تؤكد على أن العدل أساس الحكم. لا شيء أسوأ من غياب العدالة. إذا غابت العدالة غاب الأمن والاستقرار، وحينها يسود الظلم ويسود قانون الغاب، حيث يأكل الإنسان أخاه الإنسان، ويخاف الجار من جاره والصديق من صديقه، ولا يثق الناس في بعضهم. هكذا أصبح حالنا في إريتريا قرابة 30 عاما. الشعب الإريتري يريد أن يختار من يحكمه. اختيار الحاكم حق وليس هبة أو منة من أحد. حاكم إريتريا المستبد والفاشل حارم الشعب الإريتري من هذا الحق، والحق يؤخذ وينتزع ولا يمنح. علينا أن ننتفض لإزالة هذا الظالم الذي فقد كل مقومات شرعيته منذ أكثر من 20 عاما، وما زال مستمرا في ظلمه واستبداده، لأنه لم يجد من يردعه ويتصدى له. فإلى متى هذا الذل والمسكنة؟ أنا لا تيأسم وأبويا يلقم، أنا لا تيأسم وأبويا يلقم، باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم، باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم، طيور قبو حوال الأزم قبيل ذي بحمم، طيور قبو حوال الأزم قبيل ذي بحمم. الشعب الإريتري يريد تحقيق المساواة بين الأفراد والجماعات. ممارسات النظام القائم في إريتريا خلال فترة حكمه التي اقتربت من 30 عاما كرست كل أنواع الظلم. كان الظلم في البداية مخصصا ضد أفراد وجماعات بعينها. حينها كانت الأكثرية صامتة ولم تحرك ساكنا، واليوم عندما طالت هذه الانتهاكات الجميع بدأ الصفوف المدافعين عن الحرية تتزايد. من المؤسف حقا أننا وبدل أن نتساوى في الحق والعدل جعلنا النظام نتساوى في القمع والتشريد والذل. يجب أن نتعلم كإريتريين من هذه التجربة أنه من الأفضل والأحسن للجميع أن نتساوى في ظل نظام سياسي عادل هو من اختيارنا، بدل أن نتساوى في البؤس والحرمان. أخيرا، شعبي الصامت والصابر، أبشركم ونفسي بأن فجر الحرية قادم، وأن شمس العدالة سوف تشرق، وأن الجميع سوف يتساوى في ظل نظام عادل وديمقراطي هو من اختيارنا بإذن الله. وإلى أن يأتي هذا اليوم علينا أن نتماسك ونتحلى بوعي وطني يحافظ على وحدة إريتريا أرضا وشعبا،
ويحول دون أن تتحول بلادنا إلى محمية لقوى أجنبية بعيدة كانت أم قريبة، لنكن سياجا منيعا يحمي بلادنا من التشتت والضياع بعد زوال هذا النظام الجائر. يا شعبنا المقوار يا زحفنا الجبار، يا شعبنا المقوار يا زحفنا الجبار، الويل للغدار من قذفة الثوار. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. بالنار والإصرار والمدفع الهدار سنحطم الأشرار ونغني للأحرار. المجد للإنسان يا عاشق الأوطان، بالعزم والإيمان سنقاوم الطغيان. المجد للإنسان يا عاشق الأوطان، بالعزم والإيمان سنقاوم الطغيان. سنقاوم الطغيان والسجن والسجان ونقلل الأحرار. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. لإريتريا الحرة والمجد والثورة، لإريتريا الحرة والمجد والثورة، وغدا تعود الدار وتغرد الأطيار ونغني للأحرار. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. إلى شعب إريتريا في الداخل، إلى إخواني الأعزاء وأخواتي الفضليات، إلى آبائي الكرام وأمهاتي الغاليات، إليكم جميعا التحايا العطرة والتجل والاحترام، أبعثها إليكم من أرض المهجر، وأنا أتحرق شوقا إليكم وكل أمل في أن أكحل عيناي برؤيتكم قريبا في أرض الوطن الغالي الحر. أطل عليكم اليوم عبر إذاعة الوفاق وهي تدشن بثها إلى داخل إريتريا، وأتوجه إليكم برسالة قصيرة عن التعليم وأهميته. شعب الإريتري، في هذا العصر الذي نعيش فيه لا مكان فيه إلا لأصحاب المؤهلات العالية والتعليم النوعي، وأن الدول التي تهمل التعليم ستعيش على هامش هذا العالم الذي يتطور بوتيرة متسارعة. ولأجل ذلك رسالتي إليكم اليوم بأن تبذلوا قصارى جهدكم في تعليم أبنائكم تعليما نوعيا، وأول هذا التعليم أن يتمكن أبناؤكم من اللغات العالمية كالإنجليزية والعربية، فهما اللغتان الأولى والثانية على التوالي على مستوى العالم. ثانيا، شجعوا أبناءكم على إجادة الحاسب الآلي أي الكمبيوتر، وهو لغة العصر، فمن غير هاتين المهارتين لا يستطيع أبناؤكم الاستفادة من المعارف والعلوم المتوفرة حاليا في الفضاء الإسفيري. فمثلا 90% من المعلومات المتوفرة حاليا على النت مكتوبة باللغة الإنجليزية والعربية، وبالتالي لا يستطيع أن يصل إليها من لا يجيد هاتين اللغتين. ثالثا، لا تجعلوا أبناءكم يقطعون تعليمهم عند المرحلة الثانوية، بل شجعوهم على مواصلة التعليم حتى الجامعة. وكما قلت في بداية هذا الحديث، فإن إريتريا المستقبل لن يكون فيها مكان إلا للكفاءات وأصحاب المؤهلات العليا. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. في إريتريا حكومة مؤقتة لإدارة البلاد بلا أجل منذ عام 1991 يترأسها أفوركي. لا توجد أحزاب ولا كيانات سياسية غير حزبه، ولا برلمان ولا دستور ولا قانون ولا وسائل إعلام. وفتحت فيها أبواب السجون ليتم الزج بجميع المعارضين وغير المعارضين، فقد تم إفراغ الوطن من نخبه السياسية والثقافية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.
يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا من أغدس الدروب. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا من أغدس الدروب. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. لازلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعينك شمعة جديدة. لازلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعينك شمعة جديدة. وفي ظلال أعينك شمعة جديدة. لازلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا من أغدس الدروب. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. سلام إلى شعبنا الصامد الصابر القابض على جمر نار الظلم. سلام للشعب المكافح الذي دفع ولا زال يدفع ثمن ضريبة الدم والتضحية، وكان وما زال جمل المحامل الذي صبر وتحمل على ما لم تتحمله شعوبا وأمم. التحية للشعب الإريتري بالداخل والخارج. وبمناسبة انطلاقة إذاعة صوت الوفاق الإريترية، أهنيكم ونفسي على جهود أبنائكم بالمهجر الذين سعوا واجتهدوا بأن يكون لنا صوتا يربطنا مع شعبنا الصامد بالداخل الذي انقطع عننا لعدم وجود حرية الرأي وحرية الإعلام في إريتريا. رغم الإعلام هو من يربطك بالعالم بنشر المعلومات والأخبار وجميع القضايا إن كانت اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، كما هو صوتا لمن لا صوت لهم، من خلاله تعرض قضايا الشعب وهمومه، بالإضافة لتوعية المجتمع وحمايته من الظواهر السلبية
التي يواجهها المجتمع. لذا الإعلام يلعب دورا هاما داخل كل المجتمعات، ورغم ذلك النظام الدكتاتوري لم يسمح غير تلفزيون واحد يقول فيه ما يريد فقط. التحية لكم جميعا أيها الشعب الإريتري الصابر الصامد، والتحية لكل من قام بالعمل لإنجاح هذه الإذاعة، إذاعة صوت الوفاق الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. أيها الشعب الأبي الحر، هنيئا لكم ولنا بإذاعة الوفاق الوطني الإريتري، والتي أتت بجهود شبابية لأجل قضيتنا أريتريا، والتي لطالما تعرضت للطمس والكتمان في زمن أصبح العالم فيه قرية. يا شعبنا الأبي، لقد ترعرع الطغاة في صمت ومارسوا بشاعاتهم دون رقيب، مغيبين الأحرار في غياهب السجون ومانعين الإعلام الحر من نقل آلامكم ومآسيكم، لينفردوا بطمس الحقائق وحجب الهيمنة على الإنسان والأرض. لذا إن إذاعة الوفاق الوطني هي صوتكم الذي انتظرتموه، فهي منكم وإليكم وبكم. جاءت وسط تعتيم إعلامي على أريتريا لتأتيكم عبر الأثير. أيها الصامدون في أريتريا والمرابطون فيها، رغم الويلات لقد آن أوان خلاصكم، وإنما النصر صبر ساعة، فالثورة لا محالة قادمة. ولقد بدأتم شرارتها عندما وقف رجل مسن في أسمر قائلا: لا للدكتاتور، لن نتنازل عن مبادئنا وعقيدتنا. إنه الشيخ التسعيني الشهيد موسى محمد نور رحمه الله. ولقد صمدوا أهل وأحرار أخريا كاسرين جدار الخوف، مزلزلين عصابة أفورق في موقف بطولي نادر. لم يهابوا العملاء، بل وقفوا وقفة رجل واحد مما أربك النظام الغاشم. يا شعبنا الأبي، أنتم صمام أمان الثورة، أنتم صمام أمان الثورة ووقودها، ولقد عشتم بأنفسكم المآسي بعد التحرير المزعوم. كيف يعقل أن نعاني بعد التحرير تلكم الويلات التي فاقت معاناة الاستعمار الإثيوبي الغاشم؟ ولقد رأيتم كيف تم تدمير إريتريا تماما، وتم تجهيل إنسانها وتهجير وإقصاء ممنهج وطائفية مقيتة، وسرقت مقدرات وثروات إريتريا لينعم بها أبناء الدخلاء الذين يعبثون بأريتريا وبأمنها، ويعيش شعبنا الأبي حياة الفقر والمرض والجهل والرعب. وتحولت أريتريا إلى سجن كبير يعيش فيه الكل خائفا مرتعبا من بطش العصابة الحاقدة. أيها الشعب الأبي، جميعنا كنا نحلم بالحرية والعدالة والديمقراطية، لأن أريتريا تسعنا كلنا، إلا إن أفورقي أبى إلا أن يمارس أحقاده وساديته ليفرغ إريتريا تماما من مكوناتها الأصلية، وليطغى ويتجبر على جميع المكونات. يا شعبنا البطل، إن إريتريا أرضنا ولن تنزعها أي قوة مهما طغت، وأنتم أقوياء بمبادئكم وعقيدتكم، وسنقهر الباطل لا محالة. أيها الشعب الأبي، لم تخرج الثورة بقيادة القائد المغوار حامد إدريس عواتل لتعيش هذا الهوان وهذا التردي وهذا الطغيان. لقد حيل بين الثورة وأهدافها حتى نعيش هذا التشرد، وتسلل أفورقي ليدمر الجبهة، جبهة التحرير الإريترية الابن الشرعي للنضال الإريتري. وجاء العملاء بزعامة أفورقي ليقتاتوا على انقسامات الجبهة حتى أبعدت تماما من الساحة الأريترية بفضل دعم الغرب للعملاء. وها هم يمارسون البشاعة في شعبنا حتى جعلوا أريتريا أضحوكة وسط الأمم. إن الحرية الخديجة لا تشبهنا، والاستقلال الهزيل لا يروي ظمأنا، وسنعمل معا مع كل الأحرار لننعم بدولة العدالة والمواطنة والمساواة. تحيا أريتريا،
الخزي والعار لكل المتخاذلين. الهزيمة لنظام أفورقي. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. نحن المشارق قد صعدناها، نحن السجون قد دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، نحن العذاب هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. لماذا نشأت إذاعة الوفاق الوطني الأريتري؟ إلى متى سيظل هذا الصمت المطبق مفروضا علينا؟ وهل كنا في حاجة إلى كثرة الأصوات ووسائل الاتصالات المجانية؟ لقد دفع شعبنا الأريتري ثمنا باهظا من أجل حريته واستقلاله خلال 30 عاما، فترة النضال المسلح. قدم الشعب فيها التضحيات تلو التضحيات من الشهداء والمعاقين دون تذمر واستياء. وفي عام 1991 حين نال الشعب استقلاله رفع كفيه إلى السماء وحمد الله أن نصره على عدوه المستعمر. وفي عام 1993 كلل انتصاراته بالاستفتاء الشعبي لصالح الاستقلال أمام المجتمع الدولي. ولجني ثمر الكفاح الطويل كان الشعب يأمل بقيام دولة يسود فيها القانون ويقام فيها الدستور ويعم فيها السلام والمساواة والتنمية، ولكن لم تتحقق حلمه وآماله وتوقعاته، بل تبعثر كل ذلك بسبب نظام السياسة الإجرامي. وخلال 27 سنة الماضية وقع الشعب تحت نير العبودية دون أن يستسيغ طعما للحرية، بل أصبحوا يرددون القول زمن الاستعمار كان أرحم لنا. نحن فعلا في زمن لم نكن ولا شعبنا يتوقع حدوثه، عصر الاغتيالات والتغييب في الزنازين، عصر التجنيد الإجباري الأبدي، عصر العصابات والاختطافات والنهب المسلح والتشرد. لماذا وكيف تحدث كل هذه الويلات؟ فمثلا ما أعلن في مستهله بالخدمة الوطنية ولمدة 18 شهرا حول إلى تجنيد إجباري أبدي وبلا نهاية في المدى المنظور. لقد ضاعت أعمار شبابنا دون اختيار من أنفسهم، ضاعت أعمارهم التعليمية والمهنية وبناء مستقبلهم في الخلاء والأدغال والميدان وفي حروب لا مبرر ولا معنى لها. وهربا من هذه العيشة الضنكة تشتت الشباب فأصبح فريصة للضياع والتشرد وعرضة للاختطافات والأمراض والأوجاع الفتاكة. لماذا هذا البؤس والشقاء؟ وإلى متى السكوت على هذه الأحوال والمضايقات؟ علينا أن نبحث عن سبب كل هذه الويلات وإيجاد حل دائم لإزالتها ووضع صمام الأمان وهيكلية نظام لعدم تكرارها. يا شعبنا المناضل ويا أبناء المناضلين، هل اختفت روح البطولات والصمود الذي كسبتموه خلال 30 عاما من النضال المرير؟ إن نظام أسياس ألحق في شعبنا من المساوئ لدرجة أصبحت الأمهات تزرف دموع الدم من أعينهن، والآباء والإخوان ينكل بهم في السجون والحبس الانفرادي وتهشم عظامهم بالعصي. إلى متى يستمر هذا الوضع الذي لا يقدر فيه المناضلين والمعاقين ولا يعوضون عن خدماتهم الوطنية، ولا يترك الشعب طليقا ليبحث عن لقمة عيشه بعرق جبينه؟ وإلى متى سيظل هذا البلد يعيش بدون قانون أو دستور؟ إن من أهم الأسباب لهذه المآسي تكمن في عدم وجود آلية لنقل السلطة إلى الشعب بعد الاستقلال مباشرة، حيث قطف أسياس ثمرة نضال شعبنا وحوله إلى مصلحته الخاصة عن طريق المكائد واستخدام العنف. استهل الأمر بحيادته السلطة المركزية المطلقة، ثم بكتم وسائل التواصل، ثم بإنشاء حزب وحيد حاكم، ثم بإنشاء الإذاعات المقروءة والمسموعة والمرئية. وبهذا وقع الوطن في تحكم فرد واحد. وحتى لا يحدث أي شكل من أشكال تداول السلطة بين الشعب، استخدم الدكتاتور ولا يزال يستخدم كل وسائل الكيد والمكر
مثل افتعال حروب مع دول الجوار كالسودان واليمن وإثيوبيا. الحرب الأخيرة التي أشعلها مع إثيوبيا ألحقت الضرر على الشعب الأريتري لا حصر له ولا مثيل، حتى مسألة تفعيل وتطبيق الدستور الذي كان الشعب يأمل من تنفيذه أصبح الدستور رهينة في يد أسياس، بل وبكل تبجح واستعلاء أعلن للملأ موت وإلغاء الدستور وإلى الأبد. مرة أخرى لب المشكلة هي استحواذ وتفرد أسياس بكل السلطة. وفي الآونة الأخيرة صرنا نتابع الأخبار جميعا، حيث قرر أسياس واضعا السيادة الوطنية الأريترية على محك الخطر، حيث تبنى مسرحية جديدة تحت الشعار السلام مع إثيوبيا. مبدئيا لا غضاضة في إطلاق دعوة السلام، تفاهم سواء كان ذلك مع إثيوبيا أو مع باقي دول الجوار. إن السلام أمر مقبول ومطلوب، ولكن المطلب الأول والأهم للشعب هو العدالة، بمعنى إطلاق سراح السجناء، احترام القانون، وتطبيق الدستور، وفوق ذلك كل التخلص من دكتاتورية أسياس وإزاحته من الطريق، وحكم الشعب نفسه بنفسه، وتفعيل آلية يمكن الشعب فيها اختيار قياداته بكل حرية. وعند السؤال ماذا استفاد الشعب الأريتري مما يسمى بالسلام مع إثيوبيا، يأتي الرد: فتح الحدود وتخفيض أسعار البضائع. والحقيقة قد خرج الآلاف من الشباب والكهول تاركين أراضيهم وديارهم، وأصبحوا لاجئين مشردين في شوارع مدن التجراي وفي معسكرات اللاجئين. وبقدر ذلك العدد أصبح الإثيوبيون ينجرفون إلى أريتريا ليحلوا محل الأريتريين. هذا المخطط السياسي الاستيطاني ليس أمرا سهلا، بل تنفيذا لخططه في تهجير وتشريد أبناء الوطن إلى خارج أرضهم وديارهم وإضعاف مقدراتهم، ثم رويدا ضم إريتريا وابتلاعها من قبل إثيوبيا. إذن لا فائدة ولا مصلحة تعود إلينا بالتصالح والتوافق مع أنظمة دول الجوار وشعوبها ما لم يتصالح النظام مع شعبه وأبناء وبنات وطنه. ومن السذاجة التفكير في أن أسياس سوف يقوم بتلك المبادرة الشجاعة، لذا لا بد في الشروع لإزالة نظام أسياس من السلطة. علينا نزع الولاية من يديه المتفرد بالحكم وتسليمها للمواطن الإريتري، وهذا هو مشروعي وأهداف، بل ومن أجله نشأت إذاعة الوفاق، صوت الجماهير والوطن الإريتري. نحن مجموعة من الشباب الإريتري تربطنا أفكار ومفاهيم حديثة وعملية، حيث نفذ صبرنا بسبب ظلم وتسلط أسياس على شعبنا ودولتنا. لقد اخترنا طريقا لنكون صوت من كممت أصواتهم من شبابنا وفتياتنا داخل الوطن، وسوف نعمل سويا إخواننا وأخواتنا بالداخل لإقامة نظام يسود فيه العدل والحقوق والمحبة والسلام في كافة أرجاء الوطن. إذاعة الوفاق هي محطة إذاعية صوتية ملكا للشعب الإريتري، وبهذه المناسبة تهيب إذاعة الوفاق بكافة الجماهير الإريترية أن يكونوا سندا ودعما لها، والتفضل بالنصح والتعليق البناء مما يساعد في تقليص أمد النظام المتغطرس. إذاعة الوفاق هي إذاعة الجماهير الإريترية، إذاعة المضطهدين، إذاعة الإرث الثوري، إذاعة الأبطال والبطولات، إذاعة الشهداء والجرحى والمعاقين، إذاعة الأمهات والآباء، إذاعة الشباب والفتيات، إذاعة العدل والقانون، إذاعة كافة الشعب والجماهير الإريترية، لنتحد ولنتوافق ولنثق بعضنا ببعض. النصر والسلام والعدل والتطور والتنمية والازدهار للجماهير. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.